بص يا خالد، مبدئيا كده بس ايه قبل ما نتكلم على العربيه الفايف ديت، انت كنت ربطت على الصليبه بتاعتها. كان الموضوع ده انت بقالك كام يوم بتعمله؟ اللي انت بتربط على الصليبه بتاعت الدركسيون بدل ما الناس تغيرها. بالظبط. تمام، فشكرا اللي انت ما بتغيرش حاجه على الفاضي وعلى المليان. تمام، فحابب ان انا اشكرك بس ايه على النقطه ربنا ديت. يبارك يعني ممكن تمشي معاها 40 50 الف كيلو بعد ما لا يتربط. تمشي تمام. يعني مش شرط اللي هو يبقى عنده مشكله تربيط او مشكله تخبيط في صليبه الدركسيون. لا مش شرط انها تتغير اصلا، حتى لو الصليبه فارقه خالص بنصلحها مش بنغيرها كمان. بس هو صح انها تتغير. بس ما هي الصليبه نفسها بتتغير، القطمه كلها مش شرط تتغير. لا ما بتكلمش على القطمه كلها يعني. لا الصليبه نفسها بتتغير كلها. فشكرا عليها الاول. قول لي بقى مشكله الام جي 6 ايه معاك؟ الام جي 6 دي كانت حلت طقم كلاشات في مركز بره. اه. فكان المارش بتاعها علق، قال للعميل ان الاوتوماتيك بتاع المارش باظ فلازم يتغير. فللاسف ركب مارش بتاع نيو اوبرا. يبقى احنا هنا بنتكلم يا جماعه، مش شرط كل حاجه تنفع تمشي لا. على العربيه نركبها. بالظبط. عملت ايه في العربيه؟ بدوره لاند تشيك انجن بتعلق في دوره المارش ساعات. تمام. واريا ايرور على الجهاز كشف الاعطال ان في مشكله في الارضي بتاع الفتيس. ده بسبب ايه بقى؟ بسبب الاوتوماتيك دوت، انه مش بتاع الام جي، ده بتاع نيو اوبترا. وهو حد عدله عمل فيه كوبري زي ما حضرتك شايف كده ورينا الكوبري دوت. ده كوبري. فمهرب ارضي. تمام. مسجل بقى على الجهاز، لان طبعا ده الكهرباء بتاعت الاوتوماتيك غير بتاع نيو اوبترا غير الام جي 6 خالص. هي الحته دي ما فطنوش ليها، هو طالما ركب بالنسبه طالما له دور خلاص. لكن مش هو شرط بقى اللي هي ممكن تعمل مشاكل تانية. لا نورت. هي كانت ممكن توصل لايه غير الانوار اللي هي نورتها والاعطال؟ لا ممكن الاوتوماتيك يقفل، ولو قفش ممكن ايه اللي يحصل؟ يحرق المارش، يحرق الضفيره، يحرق الضفيره. فيطير كنترول مثلا. بالظبط. او يطير علبه فيوزات. يطير اي حاجه طالما مش بتاعها. ما هو مش بتاعها فاحنا نتوقع منه ان هو يعمل اي مشكله. طيب تمام، يبقى احنا كده بس بنص الناس اللي هو مش اي قطعه ينفع تركب عليها. بالظبط. حتى لو هي شبيهه ليها. بالذات القطعه الكهرباء، يعني اي قطعه داخل فيها كهرباء ما ينفعش تعدي. بلاش تعدي بتاعتها. الميكانيكا سهله، بنعدي الخراط يظبط حاجات معينه مش مشكله. الام جي حساسه للكلام ده. بالظبط، بالذات في الكهرباء. طيب اشكرك يا شباب، اشكرك يا هندسه، وكتر الف خير. شكرا جزيلا.